مرحبا بكم من جديد في درس جديد، الدالة الخطية والدالة التآلفية. هذا الجزء مخصص فقط للدالة الخطية، ومن خلاله سنتعرف على ماذا نقصد بدالة خطية، كيف نحدد معامل دالة خطية، وأيضا كيف نمثل دالة خطية مبيانيا. إذن لمعرفة ماذا نقصد بدالة خطية سنبدأ بنشاط تمهيدي. اقترحت جمعية خدمة لتسويق الحليب، وذلك بأداء 5 دراهم عن كل لتر من الحليب. السؤال الأول: أتمم الجدول التالي. ثانيا: ماذا يمثل هذا الجدول؟ ثم اكتب Y بدلالة X. إذن خذ معي ورقة وقلما وحاول أن تجيب عن هذه الأسئلة. إذن نتمم الجدول التالي. إذن الجدول يضم عدد لترات والثمن الإجمالي. إذن حسب النص فإن ثمن كل لتر من الحليب هو 5 دراهم. إذن ماذا سيكون ثمن 3 لترات من الحليب؟ إذن العملية التي سنقوم بها هي أننا سنضرب العدد 3 في 5. إذن 3 في 5 15. الآن إذن بثمن 30 درهم ما هو عدد اللترات الذي سنحصل عليه من الحليب؟ إذن العملية التي سنقوم بها هي قسمة 30 على 5. إذن سنحصل على 6. إذن بنفس الطريقة 8. إذا اشترينا 8 لترات من الحليب ما هو الثمن الذي سنؤديه؟ هو 8 في 5 أي 40. ثم إذا كان الثمن الإجمالي هو 50 ماذا سيكون عدد اللترات؟ سيكون 50 مقسومة على 5 أي 10. إذن نلاحظ أن هناك علاقة بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني. إذن هذه العلاقة هي أننا نضرب أعداد السطر الأول في العدد 5. إذن ماذا يمثل هذا الجدول؟ إذن هذا الجدول يمثل تناسب. إذن كما نلاحظ هذا الجدول يمثل جدول تناسبية، ومعامل التناسب هو 5. الآن ما هي العلاقة التي تربط أعداد السطر الأول بأعداد السطر الثاني؟ أو بمعنى آخر ما هي عدد اللترات؟ إذن مثلناه بX والثمن الإجمالي بY. ما هي العلاقة بين X و Y؟ لكي نحصل على العدد Y نضرب X في 5. إذا العلاقة بين X و Y هي Y تساوي 5 في X. إذن الآن نعيد. إذن كان لدينا لتر واحد من الحليب بثمن 5 دراهم. كيف حصلنا على 5؟ ضربنا 5 في لتر واحد. ثم إذا كان لدينا 3 لترات من الحليب سنؤدي ثمن 5 في 3 بمعنى 15. الآن بصفة عامة لو كان لدينا ثمن أو عدد اللترات هو X ما هو الثمن الذي سنؤديه؟ هو 5 في X. هذه العلاقة التي كتبناها سنرمز لها بF، وهي ما سنسميه بدالة خطية لأن العلاقة F تربط أعداد السطر الأول بأعداد السطر الثاني. كيف نحصل على أعداد السطر الثاني في الجدول؟ بضرب أعداد السطر الأول في 5. إذن وممكن أن نكتب أيضا F لX تساوي 5X، حيث F سنسميها دالة خطية و5 سنسميه معامل الدالة الخطية F. إذا نحصل على إذا كانت هناك علاقة بين X والعدد AX سنسميها دالة خطية. إذا لكي نفهم أكثر سنمر إلى التعريف. إذا عدد حقيقي معلوم بمعنى معروف. العلاقة F التي تربط كل عدد حقيقي X بالعدد الحقيقي AX تسمى دالة خطية معاملها A، ونكتب F لX تساوي AX كما رأينا حسب النشاط العدد A كان 5، أو الصيغة الثانية. إذا العدد AX يسمى صورة X بالدالة الخطية F. إذا ما هي الدالة الخطية بصفة عامة؟
هي علاقة تربط كل عدد حقيقي x بالعدد الحقيقي ax، حيث a هو عدد معلوم. إذن أمثلة: الدالة f لx تساوي جذر مربع 5x هي دالة خطية. ما هو معاملها؟ هو جذر 5. إذا المعامل هو العدد الذي نضربه في x. المثال الثاني: j لx تساوي ناقص 3 على 7x هي دالة خطية معاملها هو ناقص 3 على 7. ثم الدالة h لx تساوي x أس 2 هي ليست دالة خطية، لأننا قلنا أن الدالة الخطية هي العلاقة التي تربط x بالعدد ax وليس x أس 2. لم نذكر x أس 2. إذن كما لاحظنا هنا أنه ممكن أن نسمي الدالة f أو j أو h ليس دائما f. نمر الآن إلى تمرين تطبيقي لترسيخ مفهوم الدالة الخطية. نعتبر الدالة الخطية المعرفة بما يلي: f لx تساوي ناقص 6x. أولا حدد معامل الدالة الخطية. ثانيا احسب صورة الأعداد التالية بالدالة f، إذا العدد 2 و5 وناقص 1 وجذر 6 وناقص 7 على 2. السؤال الثالث: ما هو العدد الذي صورته ناقص 18 بالدالة f؟ نمر إلى الجواب. أولا نحدد معامل الدالة الخطية. إذا لدينا f لx تساوي ناقص 6x، إذا معامل الدالة الخطية f هو ناقص 6. ثانيا نحسب صور الأعداد بالدالة f. إذا بالنسبة للعدد 2، إذا لدينا f لx تساوي ناقص 6x، إذا أردنا صورة العدد 2 سنعوض x بالعدد 2. إذا سنحصل على f ل2 تساوي ناقص 6 في 2، ومنه f ل2 تساوي ناقص 12. إذا صورة العدد 2 بالدالة f هي ناقص 12. إذا نمر الآن إلى صورة العدد 5، بمعنى سنعوض x ب5. إذا f ل5 تساوي ناقص 6 في 5، أي f ل5 تساوي ناقص 30. إذا صورة العدد 5 هي ناقص 30. نفس الشيء بالنسبة لصورة ناقص 1، سنعوض بناقص 1. إذا f لناقص 1 تساوي ناقص 6 في ناقص 1، f لناقص 1 تساوي 6. نفس الشيء بالنسبة لجذر مربع 6. إذا نعوض x بجذر مربع 6، نحصل على f لجذر مربع 6 تساوي ناقص 6 في جذر مربع 6. ثم بالنسبة لصورة العدد ناقص 7 على 2، كما قلنا بنفس الطريقة، فقط نعوض x بالعدد الذي نريد صورته. إذا تساوي ناقص 6 في ناقص 7 على 2. أتمنى أن تكون الطريقة مفهومة. إذا f لناقص 7 على 2 تساوي 21، لأن ناقص 6 في ناقص 7 تساوي 42. 42 مقسوم على 2 21. إذا السؤال الثالث: ما هو العدد الذي صورته ناقص 18؟ إذا لدينا f لx تساوي ناقص 18، ولدينا f دالة خطية بحيث f لx حسب التمرين تساوي ناقص 6x. إذا سنعوض f لx بناقص 6x، يعني أن ناقص 6x تساوي ناقص 18. إذا معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا x تساوي ناقص 18 على ناقص 6، يعني أن إذا بالاختزال سنحصل على x تساوي 3. وبالتالي العدد الذي صورته ناقص 18 بالدالة الخطية f هو 3. نمر الآن إلى معامل الدالة الخطية وكيف نحدد معامل الدالة الخطية. النشاط التمهيدي: نعتبر الدالة الخطية المعرفة ب f لx تساوي 3x.
أولا حدد معامل الدالة الخطية f. ثانيا احسب صور الأعداد التالية بالدالة f: 3 وناقص 1 وجذر مربع 7. ثالثا احسب f ل3 على 3 و f لناقص 1 على ناقص 1 و f لجذر مربع 7 على جذر مربع 7. رابعا استنتج قيمة التعبير f لx على x حيث x عدد يخالف الصفر. إذن الجواب: إذا لدينا الدالة الخطية معرفة ب f لx تساوي 3x، إذن فمعاملها هو 3. نمر إلى السؤال الثاني. إذا نحسب صور الأعداد التالية بالدالة f. إذن أول عدد 3. إذن لحساب صورة العدد 3 إذن f ل3 تساوي 3 في 3. f ل3 تساوي 9. نفس الشيء بالنسبة لصورة f لناقص 1. بنفس الطريقة نعوض x بناقص 1 نحصل على 3 في ناقص 1 أي ناقص 3. ثم f لجذر مربع 7 نعوض x بجذر مربع 7. إذن نحصل على 3 جذر مربع 7. الآن نحسب f ل3 على 3 و f لناقص 1 على ناقص 1 و f لجذر مربع 7 على جذر مربع 7. إذن f ل3 على 3. إذن لدينا f ل3 تساوي 9. إذن 9 على 3 تساوي 3. نفس الشيء بالنسبة ل f لناقص 1 على ناقص 1 نعوض f لناقص 1 بناقص 3. إذن ناقص 3 على ناقص 1 تساوي 3. نفس الشيء بالنسبة ل f لجذر مربع 7 على جذر مربع 7. إذن تساوي 3 جذر 7 على جذر 7 تساوي 3. إذا نلاحظ دائما أننا نحصل على معامل الدالة الخطية. إذا لدينا المعامل هو كما في التمرين f لx تساوي 3x. إذا كما نلاحظ أننا عند قسمة f ل3 على نفس العدد 3 نحصل على العدد 3. ثم عند قسمة f لناقص 1 على نفس العدد الذي هو ناقص 1 نحصل على 3. إذا الآن لنستنتج قيمة تعبير f لx على x حيث x عدد يخالف الصفر. إذن f لx على x تساوي نعوض f لx ب3x. إذن 3x على x بالاختزال نحصل على 3. إذن نحصل على الخاصية التالية: ليكن x عدد حقيقي غير منعدم، معامل الدالة الخطية f هو a تساوي f لx على x. معامل الدالة الخطية f هو a تساوي f لx على x. إذن أمثلة: حدد معامل الدالة واستنتج صيغتها في كل حالة من الحالات التالية. إذا الحالة الأولى f ل2 تساوي ناقص 5، الثانية f ل4 تساوي 12، إذا الحالة الثالثة h ل5 تساوي ناقص 45. إذن الجواب: أولا تحديد معامل الدالة الخطية f. إذا قلنا لتحديد معامل دالة خطية إذن f لx على x. إذن a تساوي بما أن حسب التمرين لدينا صورة العدد 2 إذن سنحسب f ل2 على 2. إذن حسب التمرين f ل2 تساوي ناقص 5. إذن ناقص 5 على 2 هذا هو معامل الدالة الخطية. إذن الآن تحديد صيغة الدالة الخطية f. إذن f لx تساوي ناقص 5 على 2 x لأن في هذه الحالة a تساوي ناقص 5 على 2. نمر إلى الحالة الثانية: تحديد معامل الدالة الخطية j. إذن بنفس الطريقة حسب التمرين لدينا صورة 4. إذن a تساوي j ل4 على 4. إذن j ل4 تساوي 12 حسب التمرين. إذن 12 على 4 تساوي ثم إذن 12 على 4 وبالاختزال نحصل على 3. ومنه صيغة الدالة j هي j لx تساوي 3x لأن المعامل هو 3. نمر الآن إلى تحديد معامل الدالة الخطية h. بنفس الطريقة لدينا حسب التمرين صورة العدد 5 هي ناقص 45. إذن a تساوي h ل5 على 5. نعوض h ل5 بناقص 45. إذن ناقص 45 على 5 وبالاختزال نحصل على ناقص 9.
الآن صيغة الدالة الخطية h، إذن h ل x تساوي ناقص 9x تساوي ناقص 9x. الآن التمثيل المبياني لدالة خطية. خاصية: في معلم متعامد OEG التمثيل المبياني لدالة خطية F هو مستقيم يمر من أصل المعلم O ومن النقطة M ذات الإحداثيات X Y حيث F ل X تساوي Y. أعيد: في معلم متعامد OEG التمثيل المبياني لدالة خطية F هو مستقيم يمر من أصل المعلم O ومن النقطة M ذات الإحداثيات X Y حيث F ل X تساوي Y. ملاحظة: إذن لإنشاء التمثيل المبياني لدالة خطية يكفي تحديد نقطة واحدة علما بأنه يمر من أصل المعلم. إذن نمر إلى تمرين تطبيقي. نعتبر OEG معلما متعامدا ممنظما و F دالة خطية معرفة بما يلي: F ل X تساوي ناقص 2x. أولا أنشئ التمثيل المبياني للدالة F. ثانيا حدد مبيانيا صورة العدد ناقص 1 بالدالة F. ثم هل النقطة E ذات الإحداثيات 3 ناقص 5 تنتمي لمبيان الدالة F؟ إذن لننشئ التمثيل المبياني للدالة F في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم OEG. إذن من أجل x تساوي 2، إذن لدينا الدالة الخطية F تكتب على شكل F ل x تساوي ناقص 2x، أي أن معاملها هو ناقص 2. إذن للحصول على صورة العدد 2 إذن سنعوض x ب2، أي F ل 2 تساوي ناقص 2 في 2 تساوي ناقص 4. إذن التمثيل المبياني للدالة هو المستقيم المار من O ومن النقطة، إذن قلنا أنه يمر من أصل المعلم، إذن يمر من النقطة O ومن النقطة، إذن من أجل x تساوي 2 وجدنا أن F ل 2 تساوي ناقص 4، أي أنه إذا كانت x تساوي 2 فإن y تساوي ناقص 4. إذن ومن النقطة سنسميها ب ذات الإحداثيات 2 ناقص 4. إذن عند إنشاء الشكل سنحصل على المستقيم المار بين أصل المعلم نقطة O ومن النقطة ب ذات الإحداثيات 2 ناقص 4. نمر الآن إلى السؤال الموالي. حدد مبيانيا صورة العدد ناقص 1 بالدالة الخطية F. إذن للحصول على صورة العدد ناقص 1 نعود إلى المبيان. إذن حسب المبيان صورة العدد ناقص 1 هي 2. إذن مبيانيا صورة العدد ناقص 1 كما قلنا بالدالة F هي 2. ثالثا هل النقطة E ذات الإحداثيات 3 ناقص 5 تنتمي لمبيان الدالة الخطية F؟ إذن سنحاول أن نحسب صورة العدد 3 بالدالة F. إذن إذا كانت صورة العدد 3 هي ناقص 5 إذن فالنقطة تنتمي، وإذا كان العكس فإن النقطة E لا تنتمي إلى الدالة الخطية. إذن سنحسب F ل 3. إذن F ل 3 تساوي ناقص 2 في 3 تساوي ناقص 6، إذن تخالف ناقص 5. إذن هذا يعني أن النقطة E لا تنتمي إلى مبيان الدالة الخطية F. إذن وبالتالي فإن النقطة E ذات الإحداثيات 3 ناقص 5 لا تنتمي لمبيان الدالة الخطية F. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى أن تشارك محتوى الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة، ونلتقي مجددا في الجزء الثاني من هذا الدرس.